الله وبركاته. جيناكم فيديو جديد من قناة بي بروز. طبعا العمامي جانا في صور معنا فيديو جديد اليوم، كذا تعرفوه طبعا، وجه مش غريب. فيديو لا في القناة تاكس مازال يحرق فينا الصبح اليوم، ولا شو الوضع؟ مازال فكرة فيديو اليوم حتكون تحدي كذب والحقيقة، يعني عنده كل واحد عنده 3 قصص، 2 منهم حقيقيات وواحدة كذب، أو العكس، ولا 2 كذب وواحدة حقيقية، فهمت؟ وكان مشى كيف ما يبي هو، مثلا 3 قصص، كان مثلا حكى الكذب وظل ما عرفوا وظل ما قالوا حقيقة هو حيفوز، يعني 3 هذول ضروري يقولوا صح إنه 3، واللي يخسر حينجلد، حياخذ جلاد يا معلم. عندك ايش بتقول يا مامي؟ كان سايلنت نبدأ بالمقطع. أي نبدأ. تو حنبدأ في أول قصة، وأول قصة حنحكيها أنا. تمام. القصة الأولى قال لك في ألمانيا مزارع بسيط يقدر يزرع بطاطا وزنها نص طن، وخش موسوعة جينيس، لكن اتضح بعدين إنه حشاها اسمنت من الداخل. ليش أضحك على اللجنة؟ كذب. ايش من الدول؟ ثبت انت ثبت ان هي كذب؟ كذبة واضحة ما فيش فيها اثنين. بطاطا اسمنت كذب. صح؟ صح كذب، فزت يعني. فزنا. هذه القصة اللي بعدها. عدي يا معلم. حلو. تو القصة الثانية. في المكسيك طفل عمره 12 سنة اخترع نظام تنقيط بسيط. نظام شنو؟ نظام تنقيط. تنقيط شنو؟ تنقيط بسيط. شيشة المية با؟ قطارة. قطارة. اوكي. قطارة. تمام. من شاشة بلاستيك قديمة، وساعد عائلته تسقي مزرعتهم بدون ما يضيعوا المية. شوف هاي. كذب. كذب. قلت لي أرواح كانت 2 تجلد. كذب ولا صار؟ حقيقية القصة. والله ايوه. والله حقيقية. 100 حتى نمشي برايك. والله يا جماعة كما تشوفوا توا نعقب من الانجليزي. من تعاقب الأول؟ أنت. مالي كراك. مالي كراك. يا الله يا كريم. تو يبان لك. كمل بس عنده واحدة. قد. طبعا يا جماعة تو بنبدأ في القصة الثالثة وآخر قصة عندي من قصص الثلاثة بتاعتي. القصة الأخيرة قال لك في تونس صياد لقى سمك عليها كتابة غريبة، وقالوا الناس انها بوقة ولا مش عارف شنو، لكن بعدين اكتشفوا انها خدعة ملونة بألوان صناعية. حقيقية ولا لا؟ ادوي انت قبل بس ما تقدرش تمشي براياتي. ادوي. شنو رايك؟ كذب. صح. هي العمام يحتاج جلدة. قلنا ننوع وخلاص يا اخي. يا جماعة العمام يعرفوا من القصة الثالثة والأخيرة تو بينجلد الأخرى. كبير لا انت صح لا غلطت انت غلط. عندي نية نعطيه عادي. اسمع انت بالكرة هذه وين الكاميرا؟ خليها بالليل باري. حسسها لا يا باري. حاول عدي باري. حسسها لا. قصدي يقول لك سمك لا في البحر والوان صناعية. قلنا ننوع شوية. تشبه كذبة. نوع والله ضحك اصلا. لازم تنوع. يا مامي والله. تو كنا قصة ثلاثة تو ما زلت ورا. ثم زاد باري. شنو كراهك انت؟ لا والله طيب كمل. كملوا. تو نبدأ في القصص اللي موتين لما لا بإذن الله. القصص بإذن موتين الله بنجري كان بيم جارية شوية. القصة الأولى تقول هي قصة اسمها قصة في راجل نمتش، تمام، اسمه فيزنا فلوفيتش، مضيف طيران في يوغوسلافيا في 1972. في حادث غريب، طائرة اشتعلت فيها النار وانفجرت على ارتفاع قريب من 10,000 متر. كل ركاب الطاقم ماتوا إلا هو. لقوا الناس مرمي وسط الثلج فاقد الوعي. بفضل الله
كانت محاصرة بعرض الطعام داخل طيارة، وقدرت تمتص الصدمة وهي تعتبر صاحبة أطول سقوط حر في التاريخ بدون مظلة ونجت. لأن سقط من فوق 10,000 متر، طاح في حظيرة من الثلج ولقوه عايش ودخل موسوعة جينيس. الباقي الركاب كلهم ماتوا. لما نقول حقيقية حقيقية نقول لك سقط من فوق 10,000 حقيقية وعايش. شنو؟ حقيقية. وأنت؟ لما نقول ممكن حقيقية. ثبت أنت وياه. راجل سقط من فوق 10,000 متر. هو سقب ولا الطيارة طاحت بيه؟ سقط بلا مظلة ولا شيء. وعاش. انفجر فيه. لا بس هي مش مكتوبة بلا مظلة. لا قال لك يعتبر صاحب أطول سقوط حر في التاريخ بدون مظلة ونجا ودخل موسوعة جينيس. أنا عندي صح. أنا عندي صح. ثبت إجابته صح. ووو. مثير دخل كرسي بتاع الطيارة في مظلة. هذه يا راجل قريش مش موسوعة جينيس هذه. الكرسي بتاع الطيار. كان- سقوط لما تضغط ما فيه نية في مظلة كرسي الطيار. وعارف. خلاص. بس هذه من الطيارة العسكرية تجي مو طلعنا منها. حتى الطيارة مو طلعنا منها 100% مو طلعنا منها. هذه قصة ثانية بري. هو بنبدأ في قصة ثانية غروبية في السلم. قصة ثانية تقول قصة الطيارة اللي اختفت بدون أثر. تمام. في 2003 في طيارة ركاب اختفت فجأة في سماء المحيط الأطلسي وما لقوش أي أثر لها. اختفت في المحيط الأطلسي. وقال لك هنا اختفت بالكامل. فيها تفاصيل تقنية عن الرحلة والطائرة، وفي مواقع حطنا الخرائط قال إن الطيارة موجودة هنا ومشوا ما لقوش الطيارة في المحيط. حتى المحيط اختفت بها موجود. يعني تبسط مثلا كيف بحر ايش اسمه بحر ذكي. اسمع هو في قصة أنا سامعها بايه. شو اسمه بحر ذكي؟ نجي راح تاني فيلم. مثلث برمودا. برمودا. خلاص يختفوا غادي يقوم منها أجنحة بسيطة. باقي الطيارة مش قاعد ما نقولش. لقوا منها شنو؟ الأجنحة تاع الطيارة تمام. لقون باقي الطيارة ما لقوش. حلو. تمام. قال لك في ناس يقولوا إن هي اختفت عند طاحت المحيط على عمق كبير. في ناس يقولوا إن هي طائرة جي غادي تختفي. في ناس يقولوا إن هي اختفت المحيط جوا. في ناس يقولوا إن الطيارة كلها تفجرت بالكامل. يعني ما فيش أي أثر لا من التفجير. تمام. حلو. في تفاصيل تقنية عن الرحلة والطائرة، في مواقع حطها خرائط وما طاحت الطيارة وعاد يشوفون اللي يقول أجنحة وما لقوش باقي الطيارة بكر. صحيحة ولا كذا؟ كذا. صحيح. كذا. بيت أي عمال. يا غبي كيف أجنحة؟ كيف لقوا أجنحة ما لقوش طيارة؟ تستعبط أنت. هيا عمامي. هيا عمامي كراك. خبي هيا. كراك. كيف تلقى أجنحة ما تلقاش طيارة؟ كراك هي بس أنت مرة بتقول صحيحة قبل صح؟ لا والله بعد قلت لي أجنحة شو؟ كراك. رسالة اللي ثبت فيها. راس أمه قوية هي من الغباء متاعه. راس أمه قوية خليها. لا سقم الصاير يا بيه. هي بيري قوية تو. سقم الصاير بيه. فهمنا كيف سقم. سقم معوجة كذا. أوكي والله. عادي سقم الصاير. عادي خليه طويل. مش عطول عادي. خليه طويل بس. قصدي افرده. قوية يا بيري شيلتها في دينك. حاو. افضل وجه. الوجه. مالك. ريتا كيف حاسة؟ اي شنيط يا عم. اي عارف ريح قوية جتني. حق الله ريح قوية جتني. تو نبي نحكي لهم ترى قصة. هي الأخيرة عند باري. آخر قصة هذه. آخر قصة عند باري. ما شاء الله عليك يا مامي ثقافاتك. لوز. قصة التايتانيك والكلب الوفي. تمام. سفينة التايتانيك سنة 1912. الكل يعرف قصة الركاب، لكن في قصة صغيرة ما فيش حد يدري عليها. عارفين قصة الركاب انتم بتاع اللي اوكي غرقت صح اوكي. في قصة صغيرة ما فيش حد يدري عليها لفتت الأنظار. في سيدة كانت عندها كلب صغير من نوع بوميريان. كلب نوع من البوميريان. لما بدأ الغرق ما صحوش للناس يركبوا قوارب ومعهم حيوانات، لكن السيدة رفضت. تمام ما خلاش تركب القارب ومعهم هي مع كلب تحت. السيدة رفضت تسيب كلبها وخاطرت وحطته تحت مع طفل كأنه طفل صغير. نزلت بيه كأنه طفل صغير. الكلب نجا والسيدة ما نجاتش، وكان واحد من ثلاث كلاب قدروا ينجوا من غرق التايتانيك. صح مش مقنع الموصل. صح مش مقنع. لينا صح. مش مقنع بكل مش هذا ما اقتنعتش به. انا نقول غلط. انا اقول صح. يا احمد قلتك بالله ورب الكعبة قصة صحيحة. حاضر الفيلم. والله قصة صحيحة. وتيلي كرعيك يا معلم. ما كان بالشرط عرفه. ما دخلش ما دخل. مش رايح القاع. كيف يصير؟ يا معلم. وين راح تصير هو؟ نضرب بدنك العبد. سألتك بالله بشوية. انا شرط وانت شرط. لا ليش؟
كيف شنطة واحدة كيف؟ وحده بس؟ وحدة. بس برضك رايفكني منها يا هكذا. سألتك بالله افضل يدي. سألتك بالله بشوية. سألتك بالله بشوية عمامي. افضل يدي. عمامي سألتك بالله. هيا رش تعذيب النفسي يلا. سألتك بالله بشوية. سألتك بالله بشوية. سألتك بالله. سألتك بالله. قصدي جد بالجانب عرفها. المايك. قول سكريبت. خلاص كملنا تو دوريناه بس نضرب. خلاص تو جا دوريناه وهالشلطة هم اثنين ومتأكد مليون من 100. شوف وين فازوا. نبدأ فوق القصة. البرتقال أصلا من أوروبا وكان أول ما زرعوه في فرنسا سنة 1500. طيب ما جبنا قرايه مش شوري. عودة البرتقال أصلا من أوروبا وكان أول ما زرعوه في فرنسا سنة 1500. غلط. قلتوها صح. في اليابان في قانون يمنع الناس من لبس اللون الأزرق في الشارع بعد الساعة 6 المغرب. غلط. تأكد. عودة. في اليابان في قانون يمنع الناس من لبس اللون الأزرق في الشارع بعد الساعة 6 المغرب. غلط. أكد. غلط. ما مش سمعت بيه بس. غلط مش من أبوك. تمام صح. آخر واحدة. في ليبيا زمان قبل ما يلقوا النفط في الخمسينات أغلب الناس كانوا يعتمدوا على الزراعة والرعي، ما كانش في سيارات واجد في الشوارع. صح. تقرا بسرعة أنت. في اليابان. في اليابان ولا ليبيا؟ قلت ليبيا يعني. في ليبيا قصدي. في ليبيا زمان قبل ما يلقوا النفط في الخمسينات أغلب الناس كانوا يعتمدوا على الزراعة والرعي، ما كانش في سيارات واجد في الشارع. صح مزبوط. بطل كاذب يا. هيا طيب عليك. احلف والله والله غلط. وريها لك لكن هنزل لك اثنين. والله غلط. وريها لك لكن هنزل لك. فوت هلا هي عندنا واحدة وخلاص. امسك راء يا ثبت. سلام عيوني لك. هاي. حطيها لك رواية طويلة. لا مش شورك. مبادر سمعت كلامك انا صح؟ قلت لك صير سمعت كلامك. طويلة عارف يا مامي. ضرب لك التفاح. سمعت لا انا هذه نركب نضربها. سمعت كلامك. يا اخوي الغالي قدر. ضربت لي يدي. ضرب لي يدي. هاك يا مغول ياك. خلاص ما عشت تضربني 100%. كيف نينا فيديو ان شاء الله غلط. ضربني في يدي. ضربني في يدي. ضربني في يدي. ان شاء الله. ضربني في يدي. ان شاء الله. ضربة الجاينات تمشي على يديني بحكي يا جماعة. والله ضربني في يدي. دايما يضرب بالي ضربني في يدي. والله انا مروكين يا ولد. هي لا واحدة الله يربحك. يلا زيديني. لا بتقرا يا ولد. افضل كراي افضل يدي. زيدينك. افضل يدي. يقولك يكون جريت فيك كم صار. كذا والله وريتها لمحة القصة. قمر. خلاص عدت يا اخويا في وقتها هي. قلت لك افتح تليفون اشوفه بروحك. قمر. اعطيتهم الخيارات. الله يتحيى لها الله شاف. بس قمر اعطيتك الخيارين. بقمر. قلت لك تشوف الفيديو. قلنا مننا. لا اسمع لا كل واحد يركع السر. لا بحجر الغصب. عاد 3 مرات ها. باي. حجرة ورقة. لا ركز. لا حجرة ورقة مقص. واحد لك. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. 2 حجرة ورقة مقص. 3 اوه عجيب. قمص ما عليك قمص. الله يربحك يا بير يا خالي ديتني كرهتني. لا كرهتني. لا خالي كرهك الاثنين. اتفق. اسمعني بس معلش. بس معناها فيها اقرا حجرة مقصرة. لا خلاص واحدة مع بير. وحدة مع باري وحدة معك انا. بير طويلة يا بير ولا قصيرة؟ طويلة بس افضل وجهي. شلطي في صدري صح؟ شكلها شيء عنده شو نعرفها. افضل وجهي.
وريك كيف تضربني في صبعي. هي لعبة بارد. تعال شو بطخر انت؟ حجر مقص انا وياك يخسر يجرب. انا خسرت شبط. حجر ورق انقص واحد لك. حجر ورق انقص اثنين. اي حجر ورق انقص. حجر ورق انقص واحد اثنين. حجر ورق انقص. حجر ورق انقص. امسك رديت حالك كم بزياده. كم زين. طويلة. انت تخبطني صبعي. هي ورص امك. بس ما تجي تكب شوي خليه شوي يريح شوي. لا خليه عليك. هي العب بكره ضدك. خلاص انا في المقطع. حد قال لك دبش ايش تعمل حاجه لما مقصر. بس حرام يجربين يا رب. والله مو نص. حرام يا. طبعا هو ديما جاي راسه في تحدي الضحك واكل لي شبس بالصلصه. من كذب مش ترى من جلادش. تو منجلد اكثر من جلاد انت على سبه كذاب. كانك انت بس فوز. نجربيك ولا ما نجربش بيك؟ نقلنا جري. خلينا شنطه. قلت لك افتح التليفون وشوف اللي تبيه. والله غبي انت كم فتحت يا بير. ندش وهذا عليه يسخن فيك عارف خايف انك تفتح جديات هذا قال يسخن فيك تفتح. عادي تمشي. شنو عندك حاجه تقول قبل ما نختموا؟ ان شاء الله يكون مقطع مجلد. عندي ما نقول ذكريات وش عم فيه. ان شاء الله يكون مقطع عجبكم وما تنسوش تضغطوا زر لايك واشتراك وكان عجبتكم فكريته نزيدوا منها جزء ثاني وثالث. عادي زين ندير منه هاي نديروا مسج اقوى خباط الضيف مره. يا راس صبعي قتل. عارف من يضربني في صبعي امامي صح؟ هدم لي صبعي يا بحت. شو ماسك كراب صبعك. بس انا وصلنا لنهايه المقطع. السلام.